بنشكر جدا مدحت على مشاركته معنا في المرحله الاولى، وتبقى معنا 4 متسابقين للمرحله الثانيه في 70 80 90. انتظرونا مع الفقره الجميله مع نجوم الزمن الجميل. هنروح نشوف كليب عن نجمنا النهارده ونرجع لكم ونكمل تاني في 70 80 90. رحبوا معايا بالمطرب الكبير الاستاذ علي حميده. استاذ نور الدنيا، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. نور يا استاذ علي. الله يخليك يا حبيبي. انا يعني بص حضرتك، قبل ما نقول اي حاجه، انا طبعا من معجبينك رقم 1، وانا طبعا من حافظين كل الاغاني. ما انت مواليد لولاكي. انا مواليد، لا بعد لولاكي يعني قبل لولاكي كمان. انا مواليد 77، فكان عندي 12 13 سنه. كنت ادمان بقى لولاكي وكوني لي والالبومات وحتى نجوم الشرق والكلام ده كل الاغاني. جميل. فشرف ليا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده. يا رب يخليك. واحب اسال حضرتك بقى الذكريات النجاح العظيم الخارق اللي حصل في الفتره دي كان عامل لك ايه وقتها، وشايفه ازاي دلوقتي؟ والله انا كنت واقف مستغرب مع الناس، يعني ايه اللي بيحصل ده؟ صحيح. يعني الاغنيه طلعت الصبح الساعه 9، الساعه 11 ما كنتش عارف امشي في الشارع. سبحان الله. 3 ساعات بين مطرب مشهور. ما شاء الله. لا حميد الشاعري بيقول لي لو حد غيرك كان اتجنن. مع ان دراستي في المعهد، انت عارف انا دكتور في المعهد طبعا. فيعني لكن ما استوعبتش النجاح ده. حضرتك وقتها كنت معيد في المعهد العالي للموسيقى العربيه ولا؟ لا ساعتها كنت استاذ، يعني استاذ مدرس. مدرس في المعهد العالي للموسيقى العربيه. ايوه. وما كانش في دماغك حضرتك لسه انك تغني، يعني اللي طرح الموضوع ده حميد ولا كنت حابب؟ لا انا كنت بغني ومسجل حاجات للاذاعه، انا كنت معتمد مطرب قديم يعني. وكنت عامل يعني شريط ولا ده كان؟ لا عامل اغاني للاذاعه منفصل، اغاني منفصله للاذاعه. حميد هو اللي قرر يتعاون مع حضرتك في حته الالبوم والشريط ده؟ انا اللي قررت اتعاون معاه. قررت تتعاون مع حميد. قلت عايز اعمل البوم فرحت حميد احسن موزع. لا حميد كان هو اللي في الصوره وكان رائد في الموضوع ده يعني. فقرر يعمل لحضرتك معاه، تتعاون معاه. كان اول حاجه لولاكي. فلولاكي ضربت وكسرت الدنيا. يعني ايه سر بقى خلودها، يعني ما بتخلصش في اي وقت تشتغل؟ ما اعرفش، انا لسه من يومين كنت في حفله غنيت لولاكي وحياتي الناس تاني، غنيت حياتنا تالت. هي في حاجه مرات. لا ده انا بكره اسمعها. زهقت من كتر نجاحها. كتير قوي. يعني ما رحت فرح مره فالعريس قال لي انا جايبك عشان تغني لي لولاكي 5 6 مرات. يا نهار ابيض. في اغاني تانية لا اسمع لولاكي كلها كذا مره. كان في اغاني بص وقتها حضرتك كانت ناجحه جدا في الشريط بتاع لولاكي نفسه، كانت الناس حافظاها وحافظين الالبوم اللي بعده. بلاد زينه وحبابه ونوينا حبابه والعشق صبابه. ايوه كان الناس حافظه الالحان. كانت يعني عايز اقول لحضرتك المرحله دي ليه ما لقيتش نفس نوعيه الاغاني اللي تفضل مستمر بيها او اللون ده في الفتره اللي بعدها؟ ما انا عملت كونيلي نجح بنفس النجاح، بيحاكي نفس النجاح. صحيح. وعملت بعد كده ناديلي وناديلي نوعا ما كان برضو الناس حبتها. هل النوعيه دي بعدها الناس حست ان هم حفظوها او شافوا ان حضرتك محتاج تغير؟ لا كل الناس بتطالب باعمال ثانيه. بس انا عملت سكه ثانيه خالص في شريط اسمه نن العين خروبي. جو ثاني خالص. ساعتها بقى كانت زحمه السوق اتزحم. ما هو اللولاكي طمعت ناس كتير قوي تغني. صحيح. بقى كل الناس بتغني. بس ما يعرفوش ان حضرتك راجل استاذ في معهد موسيقى عربيه اصلا. ما يعرفوش. وفنان يعني اصيل دارس ومعتمد. الفكره مش اي حد. ما يعرفوش. لا لكن حضرتك بعد كده كملت في الدراسه الاكاديميه. انا خدت الدكتوراه وبعدين الحمد لله خدت درجه خبير الموسيقى. انا هستاذن حضرتك نطلع ريبورتاج صغير نشوفه عن هذا الزمن الرائع الجميل الذي دائما ما نحن اليه، وهنرجع تاني نكمل كلامنا مع استاذ علي حميده في 70 80 90.